يا مساء الخير على أجمل متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني جدا 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 من القصة اللي فاتت. جاية لكم النهاردة وجايبه لكم قصة قوية، قصة حقيقية وقصة كاملة من القصص اللي انتوا بتحبوها، بقلم الكاتبة الرائعة آلاء شامخ اللي دايما قصصها بتعجبكم. أحداث قصتنا النهاردة في الريف المصري. أبطال قصتنا كانوا عيلتين والاتنين كانوا جيران، لكن للأسف كان في واحد منهم قلبه مليان بالحقد وبالكره ناحية جاره، وكان بيستكتر عليه النعمة اللي ربنا رزقه بيها، علشان كده حاول يمنع النعمة ده عنه ويسود حياته كلها. والضحية كانت بنته الكبيرة اللي حصل لها محدش في الدنيا ممكن يتخيله أبدا. دفعت التمن غالي بسبب الكره والحقد اللي مليان قلوب البشر، ولأنها كانت بنتي جميلة جدا ومتفوقة كل شباب البلد اتفقوا عليها، ونهايتها كانت صعبة قوي. كملوا معانا القصة للآخر، قصتنا مليانة بالأحداث المشوقة والممتعة، وما تنسوش تكتبوا لنا آرائكم الحلوة في التعليقات، لأن واثقة ومتأكدة إن كل متابعينا على درجة عالية من الوعي والثقافة، وتعليقاتكم بتفيدنا كلنا. وقبل ما أبدأ في الحلقة أرجو منكم تدعوا لوالدتي بالرحمة وبالمغفرة، وإن يجعل مأواها الجنة إن شاء الله. يلا بينا نبدأ. في بلد ريفية كان كل الناس اللي ساكنين فيها ناس بسيطة. القرية كانت بسيطة وهادية، لكن للأسف مش كل الناس اللي ساكنين القرية دي كانوا بيحبوا بعض ولا بتمنوا الخير لبعض أبدا. في بيت كبير كان عايش واحد اسمه عبد السلام، الراجل في 50 من عمره، كان متجوز وعنده ولدين. عبد السلام كان قاعد على كنبة جنب الشباك اللي باصص على الشارع، وقعد يبص على بيت جاره، وكان متوتر جدا كأنه مستني حاجة معينة تحصل. دخلت عليه سعدية مراته اللي كانت في الأربعينيات من عمرها. مالك يا راجل قاعد عامل كده ليه؟ من ساعة ما صحيت وانت قاعد هنا، انت حتى ما روحتش الشغل ولا عملت حاجة النهاردة. امشي يا وليه من وشي، سيبيني في اللي أنا فيه. وإيه يا أخويا اللي انت فيه؟ ما انت زي الفل اهو. قوم يا راجل شوف شغلك وحالك، وشوف عيالك كمان، ده محتاجين مصاريف قد كده، اللي في مدرسة واللي في معهد. عبد السلام بص لمراته بسخرية، قال يعني ولادك فالحين قوي، ده الاتنين زي الزفت، واحد فيهم ينجح سنة ويسقط سنة، والتاني اللي بقاله في المعهد بقاله 6 سنين. اسكتي، ولادك الاتنين مقصرين رقبتي في البلد. يا اخويا ما تقولش كده، بكرة يبقى زي الفل. كل الحكاية ان بتدلعوا شوية، ايه المشكلة يعني؟ خلوهم يتدلعوا في خير ابوهم. قوم يا راجل شوف اللي وراك، مش قايم وراح اعملي له كوباية شاي لانك صدعتيني بكلامك اللي ملوش لازمة. ماشي يا اخويا، بس اعمل حسابك ان الفلوس اللي في البيت قربت تخلص، اديني قلت لك اهو. سعدية مشيت وراحت تعمل الشاي، وعبد السلام فضل قاعد مكانه وعينيه على بيت جاره ومستني الكارثة اللي هتقع. فضل على الوضع ده وفجأة اتنطر من مكانه لما شاف اللي هو مستنيه. ايوه كده، اخيرا المراد هيتم. اما في بيت تاني جنب بيت عبد السلام، وتحديدا البيت اللي عبد السلام عينيه كانت عليه، كان ساكن فيه راجل بسيط اسمه أيوب، كان في الأربعينيات من عمره، متجوز وعنده بنتين. راجل طيب جدا وبيشتغل ليل ونهار علشان يعايش مراته وبناته في ظروف كويسة. كان قاعدين على الطبلية وبياكلوا. أيوب بص لمراته أسماء، تسلم ايدك يا أسماء، نفسك حلو في الأكل. ربنا يخليك لنا يا أيوب. إلا قول لي يا أخويا، أنت كلمت الحاج عبد اللطيف على موضوع المواشي؟ أيوة يا ست كلمته، وقلت له إن إحنا هناخد المواشي اللي عنده وكمان الخلفة بتاعتها، وهنربيهم عندنا في الزريبة، وإن شاء الله زيادة هنقسمها ما بيننا، وأنا بقى هجيب لهم العلف وكده. طيب يا أخويا الحمد لله. دي أنت بقى تعمل لك كام اتفاق من دول مع كام فلاح، وربنا هيكرمنا إن شاء الله، ويبقى عندنا الزريبة بتاعتنا. أيوة، ده لو ده حصل الدنيا إن شاء الله هتمشي معانا، وربنا هيوسع في رزقنا، وانتوا يا بنات ساعتها هجيب لكم اللي انتوا عايزينه. ردت بنته الكبيرة سهى اللي كانت جميلة جدا، كانت بنت في منتهى الجمال وعندها 17 سنة. ربنا يخليك يا بابا ويوسع في رزقك إن شاء الله. أما حبيبة أختها كان عندها 15 سنة،
أنا بقى يا بابا عايزة آيفون، هو غالي شوية بس انت قدها وقدود يا حبيبي. ماشي يا ستي، ادعيلي انت بس ان ربنا يكرمني وانا هجيبلك كل اللي نفسك فيه، انا ما عنديش اغلى منكم يا بنات. ثواني وكلهم سمعوا صوت حاجة قوية اتدبت في الارض. صوت المواشي اللي كانت عندهم في الزريبة كان عالي جدا، المواشي كانت بتجري ورا بعضها، وصوت زعيق المواشي كان مودي لاخر الدنيا. ايوب قام بسرعة هو ومراته وبناته وراحوا ناحية الزريبة بتاعتهم. أيوب كان موضبها وعامل فيها نظام كويس قوي، لأن ده مشروع اللي كان بياكل منه عيش هو ومراته وبناته. اتفاجئ لما لقى بلدوزر وقع الزريبة كلها، لدرجة إن الحيطان وقعت فوق المواشي وتقريبا معظم المواشي اتوفت، واللي فضل كان جسمها مكسر وحالتها صعبة. أيوب كان واقف ومش قادر يتحرك من مكانه. ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مين اللي قال لكم تهدوا الزريبة؟ حرام عليكم يا ناس، انت يا جدع انت وهو، ليه تهدوا الزريبة بتاعتي؟ أيوب راح ناحية البلدوزر وهو كان هيتجنن، شايف شقة عمره بيضيع قدامه والناس واقفة بتتفرج ومحدش كان بيساعده. حرام عليكم، ليه عملت كده؟ ده شقة عمري والمواشي دي بتاعت ناس، ده أكل عيش يا ناس. السواق نزل من على البلدوزر. عامل لك ايه بس؟ انا ماليش دعوة، دي قرارات جاية من البلدية ان احنا نعمل ازالة للزريبة دي، وانت جالك كذا انذار قبل كده وما زلتهاش، والجيران اللي حواليك بيشتكوا. انذارات ايه؟ انا ما جاليش اي انذار، وبعدين انتوا ازاي تهدوها كده في دماغ المواشي؟ حرام عليكم يا ناس، دي ارواح، في حد بيأذي حد بالشكل ده؟ ده انا موضبها ومخلاها زي الفل عشان ما تضايقش اي حد من جيراني. والله انا ماليش دعوة، المأمورية اللي جات لي انا عملتها، قالوا لي ان احنا نهد الزريبة من غير ما نقولك، لان جالك كذا انذار وانت ما نفذتش. يا ريت تشوف مين من جيرانك اللي بيكرهك للدرجة دي وجاب لك قرار الازالة. لا وكمان ايه؟ ان احنا ما نقولكش ان احنا هنهدها. اعتقد ان الزريبة دي اتدفع فيها فلوس كتير قوي علشان تتهد. السواق اخد البلدوزر ومشي، وايوب قعد على الارض وكان بيعيط، كان هيتجنن وما كانش مصدق ان تعبه راح قدام عينيه، وكمان مواشي كتيرة مديون بيها وبتاعت ناس من الفلاحين اللي في البلد. قربت منه مراته أسماء ودماغها على خدها. قوم يا اخويا، قوم يا أيوب، ادخل جوه، قوم علشان نفكر نحل المشكلة دي ازاي. حل ايه يا أسماء؟ ما كل حاجة راحت خلاص. قوم بس معايا يا اخويا وربنا يعوضك، حسك بالدنيا. أسماء أخدته ودخلوا البيت وبناته كمان. أيوب قعد على الكنبة وحط ايديه على راسه، ما كانش عارف يعمل ايه، ما كانش عنده وقت للحزن. أسماء قعدت جنبه وحاولت تهون عليه. ما تزعلش نفسك يا اخويا، المهم هنتصرف ازاي دلوقتي؟ الخبر هينتشر في البلد كلها، والناس اللي كانوا حاطين مواشيهم عندنا مش هيسكتوا، لازم نفكر في حل بسرعة. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. طيب يا اخويا، ادخل الأوضة ونام وريح جسمك شوية علشان تعرف تفكر. أسماء وجوزها دخلوا أوضتهم وبناتها قعدوا في الصالة وهما بيعيطوا. سهى كانت بتعيط. لا حول ولا قوة إلا بالله، هنعيش ازاي بعد كده يا حبيبة؟ ده باباك خسر كل حاجة في لحظة وكمان بقى مديون. مش عارفة، ده بابا شكله زعلان قوي، أنا خايفة عليه يا سهى. تفتكر إن بابا ممكن يحصل له حاجة من الزعل؟ لا ما تقلقيش، بابا هيبقى كويس. أيوة، إحنا لازم نراعي الظروف أنا وإنتي ونخف شوية وما نطلبش منه حاجة. ماشي، أنا مش هطلب من بابا حاجة خالص، يا دوبك فلوس الدروس والمصروف بتاعي. لا، إحنا من هنا ورايح مش هناخد دروس خصوصية، هنعتمد على نفسنا ونذاكر في البيت، أصلا مش هيبقى في فلوس عشان ندفعها للدروس دي خالص. ماشي اللي تشوفيه يا سهى، أنا هعمل كل حاجة، المهم بابا ما يزعلش. وخلص اليوم على عيلة أيوب. كان يوم صعب قوي، كلهم ناموا وهم مهمومين ومش عارفين هيمشي حياتهم ازاي بعد ما كل حاجة اتهدمت في لحظة. أحلامهم كلهم اتحولت قدامهم لسراب. أما عبد السلام كان قاعد على القهوة فرحان قوي وبيشرب الشيشة، وقاعد معاه واحد من أهل البلد اسمه محمد، وكان باصص لعبد السلام بشك. مالك يا عبد السلام كده؟ شكلك مبسوط وفرحان من اللي حصل لأيوب. عادي يعني،
هو ممنوع ابقى مبسوط ولا ايه؟ ولا يكونش وشي مكتوب عليه الغم؟ مش قصدي يا سيدي، اقصد ان البلد كلها زعلانة عشان اللي حصل لأيوب. انت الوحيد اللي قاعد مبسوط كأنك شمتان مثلا في جارك. انا هشمت فيه؟ اللهم لا شماتة، وربنا يعينه على الفلوس اللي المفروض يسددها للفلاحين. حاكم الناس مش هتسكت له ومش هيسيبوه في حاله. احنا بنفكر نساعده ونلم له فلوس، هنمشي على بيوت البلد كلها وكل واحد فينا يدفع اللي يقدر عليه يعني، وممكن كمان نضمنه عند التجار اللي اخد منهم مواشي لغاية ما يسدد واحدة واحدة. عبد السلام بصله بقرف. ماليش دعوة بالموضوع ده، اعملوا اللي انتوا عايزينه بعيد عني، لكن انا بقى مش هديله ولا مليم. انا ولادي اولى بكل مليم عندي، ومحدش يكلمني ان انا ممكن اساعده. محمد كان شاكك ان عبد السلام هو ورا كل اللي حصل، وهو السبب ان زريبة جارته اتهد. وبعد شوية عبد السلام روح بيته ولقى مراته وولاده الشباب بيتفرجوا على التلفزيون. انت يا واد منك ليه؟ ايه اللي مقعدكم هنا؟ ما تخشوا تشوفوا مذاكرتكم. عصام ابنه الكبير كان شاب عنده 21 سنة، وكان مستهتر وفاشل في الدراسة، وكان كمان مهمل في شكله وهدومه. حاضر يا بابا، ما براح علينا شوية. إلا قول لي يا بابا، هو أنت اللي عملت كده في أيوب جارنا وجبت له قرار الإزالة للزريبة؟ حاكم أمه بتقول إن هي شاكة فيك. عبد السلام قعد على الكنبة وكان بيتكلم بفخر. أيوة أنا اللي عملت كده، أصل فاكر نفسه هيبقى تاجر كبير برحمه، نسى أصله وفصله. فقلت بقى لما فكره وعرفه علشان ما يفكرش إن هيبقى تاجر في يوم من الأيام ويعمل راسه براس جيرانه. اللي زي ده لازم يعيش ويموت وهو بيجري ورا لقمة العيش، مش أكتر من كده. لا وقال إيه، بناته كل سنة والتانية بيطلعوا من الأوائل على المدرسة، وفرحان بهم وماشي يتباهي فيهم في البلد. لما يبقاش معاه فلوس مش هيعرف يعلم بناته، ولا حتى هيروحوا مدارس، ولا يجيب لهم كراسة يكتبوا فيها. أما نشوف بقى آخرتها. هنا عصام أمن على الأرض وقعد جنب أبوه. والله يابا انت دماغك طلعت سم قوي. تعرف أنا بنته الكبيرة دي مش طايقها خالص. البت اللي اسمها سهى شايفة نفسها كمنها حلوة، أي حد في البلد يكلمها ترد عليه بطريقة وحشة وتصده، فاكرة نفسها برنسيسة. ما تقلقش يا واد، قريب أوي مش هيبقى حالتهم اللضة، وساعتها بقى البت اللي رفع مناخيرها في السما دي هتحترم نفسها. بصراحة يا بابا أنا كنت عايز البت دي وهتجنن عليها، بس هي اللي في دماغها. قال إيه؟ عايزة واحد متعلم وعنده شهادة، بتفكر إنها هتتجوز دكتور ولا مهندس. ولا تزعل نفسك يا واد يا عصام، قريب أوي هي اللي هتوطي راسها وتبقى عايزة أي راجل يلمها ويتجوزها عشان يرحمها من الفقر بتاع أبوها، وساعتها بقى اعمل اللي انت عايزه معاها. خلص اليوم وعدى يومين بالظبط على بيت أيوب، وما كانش عارف يتصرف ازاي. الناس اللي كانوا حاطين المواشي عنده بدأوا يطالبوه بالفلوس بتاعتها. وفي يوم أيوب كان قاعد معاهم على القهوة. يا جماعة اللي حصل كان غصب عني، ده حتى ما ادونيش فرصة ان انا اشيل المواشي من الزريبة، وراحوا هدوها فوق راس المواشي. انا مش فاهم مين بس اللي قال ان جالي انذارات. اللي عمل كده واحد مفيش في قلبه رحمة. تاجر من اللي كانوا قاعدين يتكلم بعصبية. اسمع بقى يا أيوب، احنا كلنا كنا حاطين البهايم بتاعتنا عندك، وانت كمان كنت هتاخد حسنتك لما تربيهم وتأكلهم وكمان يخلفوا. لكن بعد اللي حصل خلاص، انت قدامك 3 شهور ترد لنا فلوسنا علشان نتصرف. طيب اعمل ايه بس يا ناس؟ حد فيكم عنده حل؟ هتبيع بيتك وبالفلوس بتاعة البيت تدفع لنا فلوسنا، احنا ملناش اي ذنب في اللي حصل. طيب وانا وبناتي ومراتي هنترمي في الشارع؟ ده يد ربنا يا عالم. اسمع يا أيوب، قدامك شهر واحد وبس، وتجيب لنا الفلوس وتحمد ربنا ان احنا مش هنحط عليك فوايد بسبب تأخير السداد. الناس قاموا ومشيوا، وأيوب فضل قاعد مكانه ما كانش عارف يتصرف ازاي. يا رب يا رب رحمتك يا رب. أما في مكان تاني خالص، وتحديدا في المدرسة اللي كانت سهى بتدرس فيها، كانت قاعدة في الفصل وبتحاول على قد ما تقدر تفهم من المدرسة عشان ما تاخدش دروس خصوصية. بس البنات اللي حواليها كانوا عاملين دوشة وبيتكلموا بصوت عالي، لأن كلهم بياخدوا دروس خصوصية بره.
سهى زعقت لهم: يا بنات حرام عليكم، ما تتكلموش والمدرسة بتشرح عشان نستفيد. بنت زميلتها اسمها نيفين بصت لها بقرف: جرى ايه يا سهى؟ انت علشان ما بتاخديش دروس هتسكتينا غصب عننا؟ عايزة الفصل كله يمشي على مزاجك؟ المفروض والطبيعي ان احنا نكون جايين المدرسة علشان نفهم. الدروس اللي بناخدها دي علشان نقوي نفسنا مش اكتر، لكن ما نتجاهلش شرح الاساتذة في المدرسة. والله وبقيت حكيمة يا ست سهى. ايه القرف ده؟ هو علشان ابوكي فقير وكحيان وبقى مديون خلاص مش عايزانا ناخد دروس زيك؟ سهى سكتت لانها ما كانتش عارفة ترد عليها، واتكسفت جدا لما الكلام ده اتقال لها وسط زمايلها في الفصل، فقررت تسكت وفضلت على قد ما تقدر بتحاول تفهم من المدرسين وشرحهم علشان ما تحتاجش للدروس الخصوصية. وبعد ما اليوم الدراسة خلص قابلت أختها على الباب: ايه يا حبيبة كل ده تأخير؟ يلا علشان نروح البيت سوا. لا اروح انت يا سهى، اصلا اتفقت مع عيشة صاحبتي ان انا وهي هنقعد نذاكر هنا شوية، اللي مش هفهمه من المدرسين هي هتفهمهولي، اصلها بتاخد دروس. طيب كويس قوي يا حبيبتي، ربنا يجازيها خير. طيب انتوا هتقعدوا فين؟ هنفضل هنا في المدرسة، انا استأذنت من ميس إلهام ان احنا نقعد في الفصل اللي جنبهم، اصلها بتدي هنا مجموعات بالليل. طيب كويس، بس يا ريت ما تتأخريش. حاضر مش هتأخر، خلي بالك من نفسك يا سهى. سلمت سهى على أختها ومشيت. كانت ماشية على طريق زراعي، كان طريق طويل وبياخد نص ساعة بالميكروباص، بس علشان توفر الفلوس قررت تمشي على رجليها. الطريق بقى ياخد منها ساعة ونص، وهي ماشية قابلها الواد عصام الصايع ابن عبد السلام جارهم، وقف قدامها وحاولت تبعد عنه. كانت بتمشي بعيد لكن هو برضو كان بيقف قدامها. يوه، وبعدين بقى انت عايز ايه يا جدع انت؟ ايه يا جميل، ما تقفي كده وتهدي وتتكلمي معايا، هو احنا ما نشبهش ولا ايه يا ست سهى؟ قصدك ايه يعني؟ قصدي تفكك من الجو اللي انت عايشة فيه ده وتعيشي عيشة اهلك. انت مش هيتقدم لك ولا دكتور ولا مهندس، ما تشطحيش بدماغك لفوق وتفكري ان انت هتبقي حاجة. انتوا خلاص بقيتوا ناس فقراء، يعني مش هتقدري تكملي تعليمك. وانت مالك انت بحاجة زي كده؟ ابعد عني لو سمحت وخليك في حالك وسيبني في حالي. طب ما تيجي معايا وما تنشفيش دماغي، تعالي نتمشى مع بعض شوية واجيب لك اي حاجة تشربيها، وما تقلقيش يا ستي مفيش حد هيشوفنا من البلد. انت اتجننت؟ انا اقف معاك انت؟ وبصفتك ايه؟ بقولك ايه يا عصام، ابعد عنه مالكش دعوة بيا خالص. عصام اتعصب جدا من رفضها ليه وكان هيتجنن. عصام بعصبية: هو انت فاكرة نفسك مين بالظبط؟ انت تحمدي ربنا ان انا اتنزلت وواقف اتكلم معاكي. هو انت كنت تحلمي اصلا بحاجة زي كده؟ ما تبصي يا بنت على عيشتك وعلى عيشتي. ابويا راجل مقتدر ومن اغنياء البلد ومعاه اللي يعيشنا ويعيش ولادنا، انما انت بقى ابوك واحد كحيان والدين للبلد كلها، ده ناقص يشحت علشان ياكلكم، وفي الاخر جايه بترسمي عليا. فوق كده يا سهى واعرفي انت بتتكلمي مع مين. لا حول ولا قوه الا بالله. يا سيدي طالما انت شايف ان انا مش من مستواك ابعد عنه وما تتكلمش معايا، ما تتكلمش معايا خالص. سهى سابته ومشيت وهي متعصبه ومتضايقه، وقررت تكبر دماغها لانها مش اول مره تتعرض لمعاكسات من الشباب اللي في القريه، لان سهى كانت اجمل بنت في القريه كلها. فضلت ماشيه وقت كبير لغايه ما وصلت البيت. اما عصام كان واقف هيتجنن وراح لصاحبه على شقه بيتجمعوا فيها، وكان باين على وشه العصبيه. صاحبه كان اسمه احمد. مالك يا واد يا عصام، عامل في نفسك كده ليه؟ ايه اللي مضايقك؟ البت بنت الشحاتين بترفضني انا، بقول لها خلينا نتكلم مع بعض شويه ونشرب اي عصير ولا حاجه، سيادتها بتصدني. يبقى انت اكيد قصدك على البت سهى بنت ايوب، مش كده؟ حاكم دي احلى بنت في البلد. ايوه يا سيدي، هي حلوه بس حاطه مناخيرها في السما، مش عارف على ايه يعني. هي بصراحه ما بتعملش معاك انت كده وبس، ده بتعمل مع شباب البلد كلهم كده. ده الواد منعم الشهر اللي فات كان بيحاول بس يكلمها، اديته حته قلم على وشه. انا عن نفسي متغاظ من البت دي. انا مش عايز اسكت يا احمد غير لما اجيب مناخير البت دي في الارض،
بس مش عارفة أعملها إزاي. شوف يا سيدي، مفيش حاجة صعبة. إحنا ممكن نعمل لها حاجة تخلي مناخيرها ومناخير أهلها في الأرض، بس المهم تنفذ اللي هقولك عليه. أنا موافقة على أي حاجة، المهم إن البنت دي تحترم نفسها. أنا هتجنن من رفضها ليا. تمام، أنا هقولك تعمل إيه بالظبط، والشباب لما يجوا هيشاركوا معانا في الخطة. إحنا لازم نعمل على البنت دي خطة ونجيب مناخيرها الأرض ونخليها هي اللي تيجي تطلب مننا السماح. ماشي يا سيدي، أدينا قاعدين مستنين لما نشوف آخرتها. وسهرة روحت البيت ولقت مامتها واقفة في المطبخ. ازيك يا ماما؟ عاملة لنا غدا ايه النهاردة يا حبيبتي؟ عملت عدس يا حبيبتي، يا دوبك على قد الفلوس اللي معايا. انا عارفة ان احنا هنتعب اليومين دول وهنمشي على قدنا شوية. انت بتقولي ايه بس يا ماما؟ وماله العدس يعني؟ ده العدس زي الفل، ده في ناس غيرنا مش لاقيينه. بقولك ايه، هو في بتنجان؟ ايوه يا حبيبتي، في بتنجانية حلوة كده في التلاجة. خلاص يا ستي، هنعمل البتنجان في الفرن ونعملها بابا غنوج مع شوية ملح وفلفل وتوم وتبقى أكلة زي الفل. أسماء طبطبت عليها وكانت فرحانة إن بنتها مقدرة الظروف اللي هما فيها. وعدى أسبوعين، وفي يوم سهى كانت راجعة لبيتها كالعادة، وقف قدام عصام للمرة التانية، بس كان باصص ناحيتها بخبز. يا ربي، عايز مني إيه تاني يا عصام؟ مش قلتلك تبعد عن طريقي؟ مش هبعد عنك لأنه مش بمزاجك يا حلوة. انت عايز مني ايه؟ عايزك تفك وتخليكي حلوة وتسمعي الكلام بقى وتيجي معايا البيت. سهى برقت واديته بالقلم على وشه. انت حقير ومش محترم وكمان ما تربيتش. انت ازاي تقول لي كلام زي كده؟ انا هفضحك في البلد كلها. انا كل ده كنت ساكتة عشان مش عايزة اعمل مشاكل. مقبولة منك يا حلوة، بس لازم تعرفي ان انت لو اتكلمتي هتبقى بتفضحي نفسك مش بتفضحيني انا. وهقول بقى ان انت كنت ماشية معايا بكيفك وعملت كل حاجة بمزاجك علشان تاخدي مني فلوس. بسبب بقى ظروفكم المهببة ما بقتش اديك فلوس فعملت التمثيلية دي. انت بجد واحد مقرف. اعمل اللي تعمله، محدش هيصدقك. كل الناس في البلد عارفين اخلاقي. ومين قالك ان انا هقول كده وبس؟ انا هوريهم الصور بتاعتك اللي معايا يا حلوة، وانت بهدوم البيت وفي حضن كمان. وهقول بقى ان انت كنت بتلبسي لي اللبس ده، اللبس اللي مفيش واحدة بتلبسه غير لجوزها وبس، واهل البلد هيصدقوني. سهى وقفت مبحلقة. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الصور ايه اللي بتحكي عنها؟ انت اكيد فبركتها يا حيوان. حليني بقى عقبال ما تثبتي الكلام ده، هتبقى ضيعت نص عمرك. اصل انا عاملهم بطريقة بروفيشنال. فانت يا حبيبتي تختاري، يا تسمعي الكلام وتعملي اللي بقولك عليه، يا اما هتشوفي ايام سودا انت واهلك. مش مهم، ما يفرقش معايا. ربنا عالم ان انا بريئة وان انا ما عملتش حاجة غلط، وربنا اللي هيثبت براءتي. وهتقف قصادي مرة تانية. وسابته ومشيت وهي مرعوبة لا ينفذ تهديده. كانت ماشية وماسكة كتبها وبتكلم نفسها. اعمل ايه بس يا رب لو كلامه طلع صح؟ ده لو نفذ تهديده اعمل ايه؟ ولو نشر الصور في البلد ابويا كده ممكن ما يرفعش راسه في وسط الناس. انا حياتي كده هتتدمر. لا، بس عصام جبان بيقول اي كلام والسلام، اكيد مش هيعمل كده. وسهى روحت البيت وقررت تعيش حياتها وترمي الكلام اللي عصام قاله ورا دماغها وما تفكرش فيه خالص. اول ما روحت البيت لقت ابوها قاعد على الكنبه وباين عليه التعب. سهى قربت منه وهي خايفه عليه. مالك يا بابا يا حبيبي؟ انت كويس؟ الحمد لله يا بنتي، بس تعبان شويه من الشغل. ما هو انت يا بابا بتشتغل كتير قوي، ده انت بتشتغل يجي 20 ساعه في اليوم. مفيش حد في الدنيا يقدر يكمل حياته وهو ما بينامش الا كام ساعه وبيشتغل 20 ساعه بحاله. اعمل ايه بس يا بنتي؟ ما انا لو استريحت مش هعرف اسدد الديون اللي عليا والناس مش هترحمني. انا مش عايز على اخر الزمن حد يذلني او يقل مني. سهى دموعها نزلت على خدها لما حست قد ايه ابوها مكسور قدامها. مسحت دموعها بسرعه وابتسمت. ربنا يديك الصحه يا بابا. ايه رايك بقى لما اعمل لك كوبايه شاي زي الفل تعدل لك دماغك؟ اعملي يا حبيبتي الشاي، اصل بيبقى له طعم تاني من ايديكي وكله يهون طالما انت واختك بخير. وعدى اسبوع وعصام فضل يهدد سهى وهي ما كانتش بتسمع لتهديده ولا بتديله اي اهميه.
كبرت دماغها وركزت في دراستها وبس علشان توصل لهدفها. وفي يوم عصام كان قاعد مع أحمد صاحبه. وبعدين بقى يا أحمد، البت دي هددتها كتير وبرضه مش خايفة وبترد عليا بعين قوية. أنا حاسس إن أنا مش فارق معاها يا جدع. أحمد بصله ورد عليه: عشان انت غشيم، أكيد فارق معاها كلامك وخايفة ومرعوبة، بس هي برضه عارفة من جواها إن انت بياع كلام وخلاص، علشان كده البت مكبرة دماغها. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه بياع كلام؟ يا صاحبي، ما انت لو ما انتش بياع كلام كان زمانك نفذت من تاني يوم، لكن انت شغال تهديد وبس. ايوه، ما انا بحاول اديها فرصة يمكن توافق بالذوق بدل ما افضحها، وبعدين انا لو فضحتها بقى كده بخلص عليها. عصام مسك تليفونه وبص للصور. طيب يا عم، ما ايه رأيك لما ننشرها دلوقتي؟ ده اول خطوة نعملها، وبعد بكرة نعمل الخطوة التانية. وفعلا عصام بدأ ينشر الصور اللي هو كان مفبركها لسهى. وفي يوم سهى كانت واقفة في طابور العيش بتجيب عيش من الفرن. قرب منها شاب عنده 20 سنة، كان اسمه خالد ويبقى ابن عمها، ومعروف عنه ان هو شاب مش كويس وبتاع بنات. ازيك يا سهى يا بنت عمي؟ اهلا يا خالد، انا كويسة. ازيك وازاي عمو مرات عمي؟ كلنا بخير. الا قوليلي يا بنت عمي، لما انت ليكي بقى في السكة الشمال، مش ابن عمك اولى برضو؟ مش انا قلتلك زمان وانت مرضتيش؟ ايه غيرت النشاط؟ ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده يا خالد؟ انا مش فاهمه حاجه منك. يا بنت بطلي ملوعه، بلاش تعملي حركاتك ده عليا، ده انا لافف وداير. بقولك ايه، طالما انت ليكي في السكه دي انا اولى. هستناك النهارده بالليل في الشقه الفاضيه اللي عندنا. عمك ومرات عمك مش هيكونوا موجودين. انت اتجننت يا خالد؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ والله العظيم لا اقول لابويا. انت لو ما جيتيش انا اللي هاجي اقول لابوكي. اصل بنته المحترمه بتتصور مع شباب وكمان بقمصان نوم وبتروح لهم على بيوتهم. ولا انت بقى نسيت الصور اللي مع الواد عصام؟ هنا سهى فهمت ان عصام نفذ تهديده ونشر الصور. بس الصور دي جاتلك ازاي؟ على فكره الواد الصيع اللي اسمه عصام ده هو اللي مفبركها. والله العظيم الصور دي متفبركه، ما يخصنيش. حقيقيه بقى متفبركه، انا مش تلميذ. اسمعي كلام احسن لك. خالد سابها ومشي، وهنا سهى وشها بقى اصفر، ما كانتش عارفه تعمل ايه. كانت خايفه على نفسها من الفضيحه بسبب حاجه ما عملتهاش، ومن الناحيه التانيه مش عايزه تقول لاهلها علشان ما تزودش همهم. وجابت العيش وروحت البيت، وهي معديه على محل لبس كان بتاع هدى بنت عمها واخت خالد. راحت لهدى وحكت لها عن كل حاجه. قعدت سهى مع هدى بنت عمها في محل الملابس. ابوس ايدك يا هدى، اتكلمي مع اخوكي، والله العظيم الصور دي متفبركه. انا ما اعرفش اللي اسمه عصام ده بعت له الصور ليه. هو بعمل كده بالقصد علشان طول الوقت بعد يضايقني، وانا رفضت ان انا اتجاوب معاه. ما تقلقش يا سهى، انا هحاول. بس انت عارفه خالد اخويا ما بيصدقش الكلام ده. البنت بالنسبه له حاجه بيتسلى بيها زي اللب، وانا ياما قلت له حرام وانت عندك اخوات بنات، لكن هو بقى اللي في دماغه. علشان خاطري يا هدى حاولي تتكلمي معاه، وانا بقى هروح للي اسمه عصام ده وهخرب بيته. انا عارفه ان عصام ده واصحابه بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا عليا. تمام يا سهى، بس امشي انت دلوقتي، لان لو اي حد عرف اهلي كمان هيقولوا له موقفش معاكي، وخاصه خالد اخويا. وفات كام يوم وطول الوقت سهى كانت عايشه في خوف وتوتر، ما بقتش عارفه تروح المدرسه، بس تحت ضغط امها قررت تروح المدرسه وتحضر الدروس. وفي يوم كانت قاعده في الفصل وسط زمايلها، واكتشفت ان الصور والفيديوهات اتبعتت لكل زمايلها في المدرسه. وسط حصه والمدرس كان بيشرح، قوم سهى علشان تجاوب على سؤال. يا ريت يا سهى تجاوبلنا على السؤال ده وتورينا شطارتك كده، ولا انت بقى شاطره في اللبس اياه وبس؟ سهى اتكسفت جدا من المدرس، وكانت واقفه وحاسه كانها عريانه وما كانتش عارفه تعمل ايه، بس جاوبت على السؤال وعينيها مليانه بالدموع. المدرس بصلها بتريقه: طيب ما انت طلعت شاطره اهو، ما انتش شاطره في الدراسه وبس. قوليلي بقى، هو اللبس الحلو اللي كان في الصور ده جايباه منين؟ انا عايزه اقولك يا سهى ان انت دلوقتي بقيتي ترند، مصر كلها بقت تعرفك وتعرف شكلك. سهى دموعها نزلت
وشافت إن المدرس بيبص لها بسخرية ونظراته كلها خبث وشماتة، وزمايلها البنات كلهم بيبصوا لها نظرات مليانة بالاتهام وعمالين يتهمسوا ويتكلموا عليها. قعدت على الديسك وهي بتعيط، ما كانتش متخيلة أبدا إن عصام فعلا ممكن ينشر صورها في البلد كلها بالشكل ده. بعد ما اليوم الدراسي خلص كانت ماشية في الشارع، كل اللي يقابلها يبص لها من فوق لتحت، واللي يبص لها بقرف، واللي يستغفر ربنا قدامها. روحت البيت ودخلت أوضتها، قعدت على سريرها وقعدت تعيط. يا رب يا رب اظهر براءتي يا رب، أنا مش هقدر أقول لأم وأبويا، كفاية الهم اللي هم فيه. أما أيوب في يوم كان بيشتغل في القهوة وبيقدم المشاريب عشان يقدر يسدد ديونه، وبعد كده يروح يشتغل في الأرض الزراعية، ونزل الطلبات على الترابيزة للناس اللي كلهم كانوا بصله بقرف. وما كانتش أول مرة تحصل معاه الموضوع ده. أيوب بص للرجالة اللي على القهوة: مالكم يا رجالة بتبصلي كده ليه؟ هو أنا عملت حاجة وحشة لا سمح الله؟ عبد السلام بشماتة: بصراحة يا أيوب المفروض تربي أهل بيتك وتعلمهم يبقوا محترمين ومتدينين بدل القرف اللي بنشوفه من بنتك ده، ولا تكونش عارف اللي بنتك بتعمله وموافق عليه علشان تسدد ديونك. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عبد السلام؟ انا مش فاهم حاجة. مش فاهم؟ يعني البلد كلها شافت صور بنتك وفيديوهاتها وانت الوحيد اللي ما شفتهاش؟ هو انت هتعملهم علينا يا راجل ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت تشوف لك حل وتهج من البلد. احنا يا اخويا خايفين على بنات البلد من بنتك، احنا مش موافقين ان واحد زيك وبناته يقعدوا في وسطنا ووسط حريمنا. مش بعيد بنتك المصونة تعمل فتنة بين شباب البلد ونلاقيهم بيتخانقوا علشانها. أيوب اتعصب جدا: ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عبد السلام؟ ما تحترم نفسك يا راجل انت. انا اللي احترم نفسي برضه؟ اتفضل يا سيدي، ادي صور وفيديوهات بنتك اللي مالية الدنيا، ده بنتك مصر كلها شافتها. عبد السلام طلع تليفونه، وأيوب أول ما شاف الصور صدمته كانت كبيرة قوي. ساب الشغل وروح على البيت. أول ما دخل نادى على سهى: سهى، انت يا بنت اللي اسمك سهى؟ سهى كانت في الأوضة وجسمها اتنفض. أول ما سمعت صوت أبوها وعرفت إنه شاف الصور خرجت من الأوضة وهي بتترعش، ما كانتش عارفة تعمل إيه. أيوب مسكها من هدومها جامد: يا بنت الصور اللي أهل البلد ورهاني دي ممكن تفهميني؟ والله العظيم يا بابا الصور دي متفبركة. اقعد كده وانا احكي لك على كل حاجة، بس ابوس ايدك تصدقني. امها واختها خرجوا من المطبخ على الصوت: في ايه بس يا ايوب؟ وماسك البنت كده ليه؟ بنتك حطت راسنا في الطين، انا خلاص ما عدتش هعرف اخرج من البيت. ايه يا اخويا الكلام اللي بتقوله ده؟ احنا بناتنا متربين احسن تربية ومتفوقين في دراستهم، ده احسن بنات في البلد كلها. اقعدوا وانا هحكي لكم على كل حاجة، بس علشان خاطر تصدقوني والله العظيم اللي هقوله ده ما فيهوش ولا حرف غلط. سهى قعدت وحكت لهم على كل حاجة وهي خايفة مرعوبة. وانت ازاي ما تقوليش على حاجة زي كده من الأول؟ ازاي ما تدينيش خبر حتى كنت اعرف امك لو انت خايفة مني؟ يا بابا احنا كنا في ايه ولا في ايه؟ حضرتك بتشتغل ليل ونهار علشان تسدد ديونك، وماما طول الوقت شايلة الهم وبتعيط، وانا ما حطيتش في دماغي ان هما ممكن ينفذوا تهديدهم. بس والله العظيم انا مظلومة، وكل الحاجات دي متفبركة، في برامج بيفبركوا عليها الحاجات دي ومستحيل تصدق ان هي مش حقيقية. ماشي انا هتصرف. انا متأكد ان اللي اسمه عصام بن عبد السلام هو اللي عمل كده، ما هو واطي زي ابوه. والله العظيم يا بابا هو فعلا، ده طول الوقت كان بيتعرض لي وانا كنت بصده. ماشي انا هتصرف معاهم واعرف اصدهم. ايوب فضل قاعد في البيت وما كانش عارف يتصرف ازاي، كان حاطط ايديه على دماغه، وسهى شايفة كل ده. وعدى يومين واباه ما بقاش يخرج خالص ولا يشوف حد، لدرجة ان في يوم باب الشقة خبط جامد، ولما فتح لقى قدامه تاجر من التجار اللي مدينينه. جرى ايه يا ايوب؟ ما سددتش الفلوس يعني؟ هو انت علشان عندك فضيحة ومش عارف توري وشك للناس مش هتجيب لي فلوسي؟ معلش يا حاج حقك عليا، الاسبوع الجاي ان شاء الله هسدد لك. معلش انا اسف. لما نشوف. بقولك ايه يا ايوب، انا مش هسكت اكتر من كده، انا رعيت الجيرة وما روحتش بلغت عنك، فياريت ما تستهبلش. اما سهى كانت قاعدة في اوضتها دموعها على خدها بعد ما سمعت الكلام اللي التاجر قاله لابوها، وعرفت ان ابوها مش عارف يخرج من البيت ولا عارف يواجه الناس
أنا اللي عملت كده. أعمل إيه بس يا ربي؟ أنا مظلومة، ومفيش حد في البلد عاوز يصدق إن أنا مظلومة. حتى في المدرسة المدرسين بيعايروني. أنا كمان مش عارفة أخرج من البيت، وكمان مستقبلي راح، ومش هعرف أكمل دراستي ولا أبقى دكتورة زي ما كنت بحلم. هم طول الوقت قاعدة بتعيط. أنا بقيت مشكلة كبيرة قوي، لازم أخلصهم مني. سهى قررت تنهي حياتها، وفعلا عملت كده بطريقة صعبة جدا. أخدت حباية الغلة اللي بياخدها للأسف الطريق ده مفيش منه رجوع. وفي يوم أمها كانت واقفة في نص الصالة وقعدت تصوت لما لقت بنتها واقعة على الأرض في الأوضة وما بتتحركش. يا لهوي يا لهوي، الحقوني يا ناس، الحقني يا أيوب، تعالى شوف سهى بنتك. أيوب جه بسرعة على صوت مراته، واتصدم لما اكتشف إن بنته فرقت الحياة. دموعها نزلت بحسر على بنته اللي راحت في عز شبابها. وبعد يومين قرر إنه مش هيسكت على حق بنته اللي راحت منه، وراح على مركز الشرطة وأخد تليفونها وبلغ عن كل التهديدات اللي كانت بتجيلها من ابن عمها وعصام ومن كل شباب البلد اللي كانوا السبب في إن هي تخلص من حياتها علشان تخلص من العار ومن التهديدات اللي كانوا بيهددوها لها. ولأنه راجل كويس وسمعته طيبة، كل اللي في مركز الشرطة كانوا بيساعدوه. الضباط ما قعدوش ولا ثانية إلا ما جابوا الشباب اللي كانوا بيهددوها كلهم واتقبض عليهم. اتقبض على عصام وحتى ابن عماه خالد وعلى أحمد والشلة بتاعته. كل اللي فبركوا الصور والفيديوهات اتقبض عليهم، لأن جريمتهم كانت كبيرة جدا. فضلوا يبتزوا بنت صغيرة بصور هما اللي مفبركينها، وعلشان تمشي معاهم في طريق الحرام. ولما رفضت الطريق ده قرروا إن هما يسوقوا سمعتها، لكن القانون كان واقف لهم بالمرصاد واتقبض عليهم وتقدموا كلهم للمحاكمة، لأنهم كانوا السبب في إن واحدة شريفة زي سهى تنهي حياتها بالشكل ده بسبب الفضيحة وكلام الناس اللي ما كانوش رحمينها. وبكده تكون خلصت قصة سهى اللي كانت ضحية لكلام الناس اللي ما بيرحمش، مع إنها كانت بريئة، لكن محدش حاول إن يثبت براءتها. الكل كان بيصدق وخلاص. وعلى فكرة بطلة القصة الحقيقية اسمها بسنت، وقصتها معروفة جدا وحصلت في مصر من وقت قريب جدا. بسبب الابتزاز اللي اتعرضت له ما قدرتش تفضل في الدنيا اللي كلها ظلم، اللي محدش بيتحرى الدقة عن أي خبر بيسمعه. بالعكس، كل الناس ما بتصدق تسمع فضيحة، وكله بيهج وبيزيد، وبقعدوا ينشروا ويشيروا ويبعتوا لبعض عشان الفضيحة تكبر أكتر وأكتر. وللأسف بيروح ضحيتها الناس الأبرياء. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. وياريت يا جماعة ما نشيرش أي حاجة فيها فضيحة لحد، علشان ده هنتحاسب عليه في يوم من الأيام. ودايما ما نصدقش أي حاجة بتتبعت لنا أو بتتنشر على الميديا، خاصة الإشاعات. في ناس كتيرة جدا بيحاربونا بالإشاعات، فياريت نكون أقوى منهم ونحافظ على أسرتنا، بيتنا الصغير، ونحافظ على بيتنا الأكبر اللي هي بلدنا مصر، وما نشيرش أي حاجة كذب بتتنشر عنها.